مشكلتنا دايما او المشكلة اللي كانت بتواجه كل المصممين في بداية مسيرتهم او لحد دلوقتي بتواجه المصممين. والله مشكلتي يا محمد يا قيم، انا بعمل التصميم حلو جدا وبفنشه، وفي الاخر الكتابة اللي على التصميم مش عارف اعملها، مش عارف اديها ستايل، مش عارف اللي انا اعمل فيها تفاصيل. حرفيا الكتابة لما ضفتها على التصميم خلت التصميم بدل ما كان شكله حلو بقى شكله وحش. طب هو مفيش حل يا قيم؟ عايزين نعمل حاجة نخلي التصميم يعني شكله كامل ونحافظ على جودته وشكلها حلو. فيجي لك النهاردة او يجي لك الايام دي طفرة، وهي طفرة في النانو بنانا. النانو بنانا بيقول لك يلا يا عم اديني الكتابة اللي انت عايز تكتبها زي مراجعة الانقاذ، وانا هعمل لك ستايل كتابة احترافي. فبدل الكتابة بتبقى بالستايل العقيم دوت، مرة واحدة يبقى بالستايل دوت. حرفيا طفرة كبيرة جدا في عالم الذكاء الاصطناعي، انك من هنا التصميم شكله مش احسن حاجة، لهنا التصميم بقى شكله احترافي بشكل كبير جدا. تحس ان الكتابة اخدة ستايل، والكتابة مظبوطة، والتصميم اخد الوان نفس الكتابة، والتصميم جامد جدا. تحس من الاخر ان التصميم ايه؟ التصميم كامل. في فيديو النهارده هنتعلم طريقة عمل التصميم دوت، عشان ناس كتير طلبته مني قالوا لي ازاي عملته، وهل هو كامل بالنانو بنانا ولا لأ. وبرضه في فيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل كذا صورة او كذا سيشن لشكل الشخص او شكل المدرس. ورقم 3 هنتعلم ازاي نعمل التايبوجراف. رقم 4 هنتعلم ازاي نعمل لوجو بالنانو بنانا برو. تعالى سريعا نشرح ازاي عملنا التصميم دوت. طبعا انا جبت الصورة دي من جوجل، يعني جبت صورة مستر محمد صلاح من جوجل. رحت بعد كده بدأت اعمل عملية الدمج من ايدي. انا رحت جبت من فري بيك سما عادية، سما اهي طبيعية جدا. وطبعا ليه انا اخترت السما؟ لان الزاوية اللي انا الصورة اللي انا احطها تحس اللي هو من منظور سفلي، فبالتالي السما هتبقى ظاهرة. فبالتالي السما مع شكل من المنظور بتاعه اللي هو شكل الشخص. تعال اقولك ازاي عملنا برضو صورة الشخص ديت. اول حاجة هنروح على موقع لوفارت، او ده الموقع لوفارت. وروح على طبعا شات جي بي تي. هنستخدم الحاجتين. قلت له انا عايز بروميت تعلية جودة الصورة، وعايز ان الشخص في منتصف الصورة، وعايز مقاس الصورة 1920 في 1080، وعايز الصورة طبعا بالعرض، وعاوز احافظ على وضعية جسمه ويكون بطل الصورة ويظهر جسمه حتى صدره فقط. رحت بعد كده عملت بروميت دوت، واخدت كنترول سي، ورحت هنا عملت كنترول في ودوست هنا، فطلع لي النتائج دي. طبعا عايزك تبص على الكواليتي بتاعة الصورة، يعني اللهم صل على النبي. حرفيا نانو بنانا يعني بيدهشنا بالكواليتي القوية جدا. طبعا دي صورة تانية، اللهم صل على النبي، ايه ده؟ ايه التفاصيل دي؟ فحرفيا لا يعني طلعنا صورة. وطبعا انت بقى مع كذا تجربة هتلاقي اللي انت بتطلع الحاجة اللي انت عايزها او بالكواليتي اللي انت عايزها. يعني ممكن كنا نستخدم الصورة دي عادي، لكن انا مع كذا تجربة طلعت النتيجة دي. بعد كده رحت اديتها كولر بالانس. كولر بالانس دوت تون ازرق، بصوا كده معايا. اديتها زي تون ازرق والتون سيان عشان لون السما. تمام. بعد كده عملت فيد كده هو من تحت، فيد من تحت كده اسود علشان ادي زي تركيز على الشخص اهو. بعد كده عملت زي عادي بالبرش تول. عملت نيو لاير وعملت كده بالبرش تول، وضربت كده اهو باللون الابيض عشان بس تفيد الاضاءه اللي موجوده دي. عملت زي اضاءه كده اهو، قللت شويه في الاوباستي عشان تدي زي اضاءه كانت جايه على وشه. بعد كده دمجت كل الكلام دوت، وعملت كاميرا رو فلتر. طب الناس هتقول لي انت عملت ازاي كاميرا؟ لان شايفين التأثير حلو يعني. فتعالى اقول لك ايه اللي احنا عملناه. هدوس شيفت كنترول الت اي اهي الصورة معانا، ونروح على فلتر كاميرا رو فلتر. هنروح بعد كده في الالوان دي. اول حاجة ببدأ انا من الجزء اللي تحت ده، هبتدي اللي انا ادي شوية سنة اورنج وازود سنة في الساتوريشن. ممكن برضو السما اديها سنة ازرق وسيان كده اهو بالمنظر ده. ممكن نروح عند الشاربن نزود شوية في الشاربن، نخليه مثلا على 20 او 21 مش فارقة. بعد كده ممكن دي يعني يعني ننزل الكيرف كده شوية، نزود شوية في التكستشر وبس.
يعني مش هنعمل حاجة اكتر من كده، قبل بعد. تمام، ممكن نقلل شوية في حتى في التأثير. تمام، جميل جدا. بعد كده جبنا دي وحطيناها وراه. طب ازاي دي حطيناها وراه؟ اول حاجة روحت على موقع فريبيك وكتبت، يعني هي كتب بالترجمة، ديت كتبت اللي هي ايه، عوامة الانقاذ، لانها تدل على فكرة الانقاذ. جبت الصورة اهي، هي كانت فين؟ اه، في كذا صورة عندك اهي. واحدة بعد كده حملتها. بعد كده خدتها على الفوتوشوب وابتديت اللي انا اقصها، اقص الجزء ده كله. تمام. يعني الموضوع بسيط، تروح مثلا تعلم كده اهو اهو. استنى كده ثواني اهو. تمام، قصيناها، ولو في اي زوايد بنشيلها. ورحت بعد كده حطيتها وراه اهي. حطيتها وراه. بعد كده عملت زي شادو خفيف كده اهو. شادو خفيف كده اهو، معمول كده اهو زي كليبنج ماسك. وشادو اهو عشان تظهر اللي هي كانت وراه. طبعا ضفت اللي هي كتابة اللغة العربية يا مفتاح النيل ومش عارف ايه. عشان ايه، نزود بس ايه في المساحات الفارغة. بعد كده عملت زي فيد اسود من الجناب عشان احط هنا الكتابة في الحتة دي، علشان لو انا حطيت الكتابة باللون الابيض او اي حاجة فتكون ظاهرة شوية. بعد كده ضفت دي مراجعة الإنقاذ والكتابة ديت. طبعا قلنا الستايل دوت ستايل وحش، فروحنا بعد كده عملنا بالنانو بنانا الستايل بتاعنا. بعد كده شفنا دوسنا شيفت كنترول الت اي، وعملنا برضو كاميرو فلتر تاني. ممكن نقلل شوية في التأثير عشان وشه بقى اورنج زيادة عن اللزوم. بس تمام. دلوقتي في الفيديو يلا بينا نتعلم ازاي نعمل مراجعة الإنقاذ دي، ازاي نعمل الكتابة دي. أول حاجة، الطريقة بتاعتي هي طريقة شوية مختلفة. فهنفتح هنا نيو، وهتعمل مقاس 1080 في 1080 مثلا. وتيجي تكتب هنا مراجعة، يعني مكتوب هنا باللون الأبيض. عايزينها باللون اللبني. انا بعمل حاجه، انا بهيئ موقع الذكاء الاصطناعي اللي هو يفهمني من الصوره اللي انا هديله. يعني انا من الاخر انا هشتغل شويه قبل ما اديله الكتابه. يعني من الاخر كده اهو، انا هحط له كده كلمه مراجعه، وهقول له اعملها لي مثلا اهو. مثلا يعني مثلا هنعمل الفونت دوت اهو، ونكتب كده تحتيها الانقاذ. هنخليها باللون الاورنج، الانقاذ. دي الطريقه دي بس بتاعتي مختلفه، ممكن كذا حد شرح طريقة الكتابة، لكن هي مختلفة شوية لأن أنا حسيت إن أنا استفدت أكتر، أو النتيجة كانت بالنسبة لي زي ما أنا عايز، بالطريقة اللي أنا عملتها دي. يعني أنا كنت عايز مراجعة الإنقاذ، المراجعة باللون اللبني والإنقاذ باللون الأورنجي. وفي ستروك حوالي يعني، أو زي ستروك كده هو نازل منه من الكتابة أسود. فنعمل الحوار ده، هنديها زي ستروك كده هو أسود خفيف. أهو. وبرضه دي هنديها كده ستروك أسود. هنروح بعد كده نسيف كل الكلام ده، كنترول شيفت كنترول الت اس. شيفت كنترول الت اس. اهو هنسيف بقى كل الكلام ده عندنا، او مثلا نسميه 5 اصفار ولا 6 اصفار. هنروح بقى تاني على موقع لوفرنت اهو، هنديله الصورة. فين الصورة بتاعتنا اهي؟ فين اهي؟ تمام. هتروح بقى على موقع شات جي بي تي. انت ممكن على فكره تكتب له بالعربي، بس انا بفضل الكتابه بالانجليزي، دي يمكن بيفهمها اكتر. وشات جي بي تي بيساعدني اكتر في اللي هو بيوصلني النتيجه حلوه. ف يلا بينا نكتب كده لشات جي بي تي ايه البرومت اللي احنا عايزينه. اولا عايز اللي انا ادي هكتب كده لشات جي بي تي، انا عايز ادي الكتابه ستايل زي ستايلات التايبوجراف، وعايز يكون حوالين الكتابة زي نقش أو زخرفة. دي تاني حاجة هنكتبها. تالت حاجة احنا هنكتبها، عايزين ان الفونت بتاع الكتابة عبارة عن كيرفات وشكل احترافي. هنكتب التلات حاجات دول، وان شاء الله يطلع لنا النتيجة اللي احنا عايزينها. بس كده كتبت البرومت. كتبت بقى البرومت، اريد برومت اللي جعل الكتابة بشكل احترافي واسلوب تايبوجرافي احترافي، والفونت على شكل كيرفات، ومعمول ستروك اسود. هنا معمول مش محمول. معمول ستروك اسود حوالين كلمتين، والكلمتين فوق بعضهم، وهم مراجعة الانقاذ. مراجعة الانقاذ. كلمة، نصلح الاخطاء دي، بس كلمة مراجعة
باللون اللبني. طبعا انا بوصف له الحاجه اللي انا عملتها، يعني انا مش بكتفي بس اللي انا هديله صوره والكلام ده، لا انا بوصف له كمان اللي انا عملتها. وكلمه الانقاذ باللون البرتقالي، باللون البرتقاني، البرتقال، مش مهم بقى. وحوالين كلمتين زخرفه، زخرفه او زخرفه بالخاء، زخرفه، واشكال كأن الكتابه كرتونيه. وبس هقولها بقى كده هيديني البرومت. هناخد بقى البرومت دوت ونروح على موقع لوفارد اهو. تمام، انا اديت الصورة طبعا، يعني رفعت الصورة وهدوس هي كنترول في. تمام، وندوس كده اهو جنريت، نشوف النتيجة بإذن الله، وإن شاء الله النتيجة تبقى كويسة. بص هو طلع لك النتيجة دي، النتيجة كويسة جدا وجميلة جدا، وممكن نعدل عليها في الفوتوشوب، ولكن انت ممكن تقول له حاجة كويسة. عاوز نتائج مختلفة. آه، ماشي كعدد 4 نتائج. يعني ممكن كده تقول له اللي هو ايه، هيديك كذا نتيجة تانية. ونستنى شوية. بص كده طلع لنا نتائج اقسم بالله يعني رائعة رائعة ما شاء الله. يعني النتيجة دي عجباني جدا، والنتيجة يعني دي عجباني جدا، ممكن نستغلها ونبتدي اللي احنا نعدل عليها. تمام، ممكن ناخدها داونلود. تمام، وتبتدي اللي انت تفرغها عادي. هنروح مثلا على موقع تفريغ، اي موقع ريموف باك جراوند، او ريموف باك جراوند مثلا الموقع ده. تمام، ونبتدي ان احنا ناخد الصورة ايه وندوس هنا، هيبتدي اللي هو يفرغ لك الخلفية، وتبتدي اللي انت تستعمل الكتابة عادي. يعني اهو نتيجة معقولة كويس. هناخدها ونبتدي اللي احنا نحطها على التصميم بتاعنا. تشيل الكتابة بقى دي، تعالى يا معلم نحطها هنا اهو، برضو نتيجة عالمية ونتيجة كويسة. نيجي بقى نعمل شيفت كنترول الت ايه بقى كده، خلصنا التصميم بتاعنا وكده يعتبر خلاص. يعني انت فاهمين الفكرة كده، احنا شرحنا التصميم ده كامل ازاي اتعمل، عشان الناس لو كانت عايزة تعرف ازاي اللي هو اتعمل اهو. تمام، ممكن نبتدي ان احنا ندي شوية شاربن، ممكن ندي شوية جرين. اوكي وبس كده. بس شايفين الفكرة؟ يعني التصميم من فكرة ان هو كتابة عشوائية لكتابة احترافية. وانت ممكن تطلع نتائج اكتر من كده بكتير بالتجربة، لكن وقت الفيديو ما يسمحش ان احنا نقعد نكتب كتير، ولكن انا وصلت لك الطريقة انك انت ممكن تطلع نتائج احسن من كده. تعالى بس ايه، نعرف ازاي نعمل لوجو من خلال برضو النانو بنانا برو. دي نتيجة انا كنت راسمها زي ما احنا قلت لك. برضو انا رحت على الفوتوشوب، رحت كتبت كلمة اكلة وكلمة كلمة شامية، ورحت اديت الاتنين مع بعض استروك باللون الاصفر، ودوت اتخيلت كأن في سيخ شاورما كده طالع اهو بالمنظر دوت. ورحت كتبت بقى على شات جي بي تي برومت ان انا عايز كلمة عبارة عن لوجو. كتبت كده بالظبط، انا عايز لوجو عبارة عن كلمة باللون الابيض اسمها أكلة، تحتيها كلمة باللون الأحمر اسمها شامية، ومعمول حواليهم استروك باللون الأصفر، وطالع من فوق كلمة أكلة أو من فوق الكلمتين سيخ شاورما، لأن هو يدل على الأكل السوري، وأنا عايز دوت لوجو. بعد ما عملت كده رحت الموقع لوفرانت، لوفارت قصدي، وطلع لي ما شاء الله النتيجة دي. طبعا كتبت له نفس الفكرة، قلت له انا عايز الكتابة تكون كيرفات. شايفين الكتابة لما بتقوله كيرفات النتيجة طلعت عاملة ازاي؟ ده حاجة. تاني حاجة انا يعني رحت كتبت هنا مثلا ايه اللي انا كتبت البان عايزه. تمام، رحت بعد كده قلت له انا عايز كلمة البان، عايزه كلمتين فوق بعضهم وحوالينهم ستروك باللون الازرق، ورحت اديت الموقع لوفارت الصورة دي ونطلع لي النتيجة دي. وكتبت له طبعا انا عايز علبة لبن فوق كلمة البان، راح طلع لي النتيجة الاحترافية دي. تعالى ناخد مثال وناخد الكلمة دي ونشوف احنا عملناها ازاي. هنروح على الموقع بتاعنا اهو لوفارت، وناخد اهو الصورة دي ونحطها. هنروح على شات جي بي تي ونكتب البرومت بتاعنا. البرومت تاني احنا عايزين الكلمتين فوق بعضهم، الكلمة باللون الابيض، كلمة باللون الاحمر، معمول ستروك
باللون الاصفر، عايزين يكون طالع سيخ شاورما. كل الكتابه دي على شات جي بي تي، هتلخصها وتديها للموقع لوفارد. هو دوت يا معلم البرومت بتاعنا. او انا عايز برومت لتصميم لوجو. دي طبعا لازم تضيفها. عبارة عن كلمتين فوق بعضهم. الكلمة الأولى اسمها أكلة باللون الأبيض، والكلمة اللي تحتها باللون الأحمر اسمها شامية، ومعمول حوالين كلمتين استروك باللون الأصفر اللي هو البيج. و آه، وطالع فوق الكلمتين. وطالع من فوق الكلمتين سيخ شاورما بيدل على الأكل السوري، وعاوز الكتابة بشكل كيرفات، ودي برضو مهمة. بس ونستنى البرومت. هنروح بقى، خدنا بقى الكود اهو، الكود ايه البرومت بتاعنا. نروح على الموقع بعد ما ضفنا له اللي هي الصورة اللي احنا عملناها توضيح، اللي رسمناها على الفوتوشوب. ندوس كنترول في، نشيل بس ايه المسافات اللي ملهاش لازمة دي. تمام، وندوس جنريت. هنستنى كده شوية وهيطلع لنا النتائج. وممكن تكتب له برضو أنا عايز 3 نتائج، 4 نتائج، فأنت تختار منهم النتيجة الأحسن بالنسبة لك وبس يعني. بص، هو طلع لنا النتيجة دي، ولكن برضو بالاستمرارية هتطلع نتيجة أحسن. يعني احنا ممكن نروح على موقع شات جي بي تي ونقول له بقى التفصيلة اللي احنا عايزها، عشان يطلع بنفس النتيجة اللي أنا كنت مطلعها. بص بقى، انا ضفت التفصيله ديت، والتفصيله ديت اللي انا قلت له انا عايز اعمل الكلمتين يكون ملحومين في بعض بشكل احترافي. الفونت يكون مختلف، ويوجد كيرفات وسيخ شاورما كرتون ومعمول جميعا عليهم بالكلمتين بالسيخ شاورما ستروك. بس هو عدل لي بقى كده النتيجه. اروح على موقع لوفارد اهو، ابتدي اديله النتيجه دي. ممكن احط له برضو الصوره تاني اهي. مستنى برضو. هي الفكره كلها ان بالتجربه هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. انت يعني هو مش من الفيديو هنوصل للنتيجة من اول مرة، لكن هو نانو بنانا مش بيقولك اللي انت ايه من اول مرة النتيجة هتطلع جامدة، لا. انت طول ما انت قاعد مع نفسك هتطلع النتيجة. ممكن تطلعها بعد تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، خامس مرة. مش من اول مرة هتطلع، مش شرط يعني. والله النتيجة دي كويسة، بس عايزة تعديل عليها. ممكن ان احنا نكتب له تعديلات على النتيجة دي. عاوز سيخ. كتبت له ان انا عايز سيخ الشاورما ايه، مائت مايت. تمام. وعايز الاستروك الاحمر، عايز اللي هو والله مش شرط يعني. خليها زي ما هي كده مؤقتا ونشوف النتيجة. والله انا شايف النتيجة اللي فوق هي احسن من النتيجة دي. المهم يعني يا جماعة، انك بالتجربة وبنفس الفكرة ديت هتطلع اللي انت عايزه، مش من الفيديو زي ما قلت لك. هتلاقي ان كل حاجة بتطلع من اول مرة. انا كتبت شوية تفاصيل لحد ما وصلت للنتيجة دي. بس هي التفاصيل ديت لحد ما تطلع النتيجة اللي انت عايزها. في طريقة تانية اللي انت ممكن تديله، يعني تدي لشات جي بي تي زي فكرة يبني عليها طريقة الكتابة والتصميم. يعني ممكن تديله زي فونت كده هو، او زي تايبوجراف. تديهوله ويبني عليه الفونت او يبني عليه الشكل. دي برضو طريقة تانية، ولكن انا بفضلهاش لان انا بحس ان انا بسرق مجهود شخص تاني. بس النانو بنانا طبعا جه عمل شغل عالمي. دوت كان فيديو النهاردة. ان شاء الله يكون لو في تفاصيل اكتر هنعمل لها فيديوهات تانية. والسلام عليكم.